بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، أتمنى لما يوصلك الفيديو ده إن أنت تكون في أتم صحة وأسعد حال، اللهم آمين يا رب العالمين. ناس كتير بتسأل لما الأرنبة بتولد بنعمل لها ايه او بنعمل معاها ايه. شوف حضرتك، انا بعامل الارانب عندي كأنهم عايشين في البيئة الطبيعية بتاعتهم. بمعنى الارانب في البيئة الطبيعية بتاعتهم، هل لما بيولدوا حد بيعمل لهم حاجة؟ محدش بيعمل لهم حاجة. انا نفس الموضوع بتعامل مع الارانب بنفس الاسلوب ده. حضرتك الارانب اللي انت شايفها دي كلها ارانب بكر، تقريبا قضوا معايا الصيف. درجة الحرارة كانت معدية ال40 اغلب الصيف، ولكن زي ما انت شايف الارانب اهي الحمد لله عايشة ومفيش اي مشكلة. طيب النهاردة ارنبة بكر زي الارنبة دي ولدت، دي بكر اهي ولدت النهاردة. انا عملت لها ايه؟ بص حضرتك، بسم الله ما شاء الله، اغلبهم هيبقوا شبه كيتي، والدة 8. انا بعمل ايه؟ انا كل اللي عملته يا جماعة والله جبت لها حزمة بقدونس وحطيت لها لقمة عيش ناشفة. هو ده اللي انا بعمله، لا بدي حقن ولا بدي مقويات ولا بدي فيتامينات ولا بدي اي حاجة زي كده. طالما الارنبة ولدت وصحتها زي ما انت شايف كويسة ونايمة، انا ما بديش اي حقن. في ناس بتدي بقى ايفوماك بتاع الجرب، وفي ناس بتدي كالسيوم، وفي ناس بتدي مضاد حيوي، وبيدوا حقن كتير. انا عن نفسي ما عنديش استعداد ان انا اخرم الارنبة دي بعد ما تولد. هي ولدت ولادة طبيعية خلاص، ولدت عادي، هتخش بالليل هترضع عيالها دول اللي انت شايفهم وهتعيش حياتها مع نفسها. انا ما بتدخلش في الموضوع ده ولا بعمل للأرنبة اي حاجة. طب ليه يا عم عصام ما تديها كالسيوم وتديها فيتامينات وتديها حاجات زي كده؟ انا ما بديش حاجة. هو هدي كالسيوم ليه؟ هو الأجنة دي لما سحبت الكالسيوم من جسمها، طب ما جسمها طبيعي بيعوض تاني الكالسيوم ده، صح ولا غلط؟ اكيد بيعوض الكالسيوم. انا ما بتدخلش في الموضوع ده خالص. وبعدين تعالى عايز اقولك على حاجة مهمة جدا، اوعى تفكر ان كل الادوية والحاجات اللي في السوق دي مش مضروبة. للأسف الادوية غالية جدا 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 والفيتامينات، وفي نفس الوقت اللي يضمن ان هي مضروبة او مش مضروبة. والارنب كده كده بيتكلف يا جماعة، الارانب بتتكلف مش ما بتتكلفش. يبقى انا هزود على نفسي تكلفة اكتر من التكلفة التانية؟ لا، انا كل اللي هعمله ان انا كل يوم احط لها حزمة بقدونس وخلص على كده. وطالما جابت 8، عايز انبهك لحاجة، ما تتعشرش قبل 10 ايام من الولادة. مش ولدت النهاردة عشرها النهاردة، لا، لان لو عشرتها النهاردة اللبن يتقطع بعد 21 يوم. طب العيال دي ترضع منين؟ لا، انا بعشر بعد 10 ايام، بحيث ان انا لما افطم الارنبة تقعد 10 ايام تاني او اسبوع تسترد فيهم صحتها وترجع تاني تولد والامور بتمشي. هو ده اللي حبيت اوضحه في الفيديو دون. حاجة تانية برضو عايز اوضحها، لو الارنبة والدلك 4 أو 3، لا يا عم، لقح في نفس اليوم او لقح تاني يوم مش هتفرق معاك. انما طالما جابت اكتر من 5، لا، استنى 10 ايام حتى الخلفة تكون خدت وضعها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، وان انا اكون وضحت لك بعض الامور بالنسبة للأرنبة لما بتولد. وإلى لقاء قادم في فيديو قادم، لكم حبي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.